ريح نفسك، لأنك مهما تشتغل وتحرد في الحياة هيحسسوك برضه إنك مش كفاية، ودي أكبر أزمة بيعيشها الرجالة النهاردة. فإيه كمية الإحباط والعجز اللي أنت عايش فيها دي؟ وليه أول ما بنسمع كلمة رجولة بيجي في دماغنا صورة واحد معضل وجدع ومعاه فلوس؟ فليه دي أصبحت الصورة النمطية للراجل؟ فالرجولة في مجتمعنا بجد بتمر بأزمة، وخصوصا إن المسلسلات مش مقصرة. فمسلسلات صبح وليل بتشوه صورة الرجولة الحقيقية، فالراجل فيها إما الغني الغنى الفاحش أو البلطجي. وبما إنك لا بلطجي ولا غني بالشكل ده، فهتفضل في نظرهم ناقص الرجولة ومش كفاية. فرسموا صورة وهمية مزيفة وخلوها معيار للرجولة، وكل اللي هتعمله هيحسسوك بإنك مش كفاية. ما دمت ما سلكتش الطريق اللي رسموه وحطوه هتفضل في نظرهم ناقص الرجولة، وكل ده مش مهم. لكن المهم واللي يوجع إنك تكون في نظر أولادك وزوجتك وأقرب الناس ليك مش كفاية. فأكيد ساعتها هتلاقي مراتك بتعاتبك وتقولك أنت حتى مش عارف تجيب لنا الشقة اللي بنحلم بيها، ولا قادر تركبنا العربية اللي ياما سعينا ليها. هتلاقي ابنك مش بيرحمك وبيلوم عجزك في إنك توفر له الحياة اللي بيتمناها. فالابن والزوجة دول عقاب، فبيوجع الراجل قوي إنه يكون في نظر أقرب الناس ليه ناقص الرجولة ومش كفاية، لأنه مش قادر يوفر لهم اللي بيتمنوه. بتصلي صلواتك الخمسة وبرضه رجولتك في نظرهم بعافية. بتبر أبوك وأمك وبرضه رجولتك في نظرهم مش كفاية. بتقدم المعروف للي تعرفه واللي ما تعرفوش وبرضه رجولتك في نظرهم ناقصة. فكل اللي هتعمله مش كفاية. عشان كده الرجولة بقت عبء والرجالة عايشين ضغط كبير، وعشان كده الضغط والإحباط ده بيتحول لنرفزة وعصبية على الفاضية والمليانة. فالرجالة في الزمن ده دخلوا في أزمة هوية، فالمجتمع كله بيحاول يلغي كل فكرة عن الرجولة التقليدية اللي اتربوا عليها. فكانت النتيجة رجالة كتير تايهة وضايعة بين إحباط وفراغ ومش حاسين بقيمتهم. فالكتاب اللي معانا النهاردة بيحاول يجاوب على سؤال واحد، وهو يعني إيه الرجولة؟ بيحاول يقولك إن الرجولة الحقيقية هي في حجم الالتزام والمسؤولية والتضحية اللي انت شايلها في حياتك، وفي إنك تكون مسؤول ومش عايش لمزاجك ورغبتك وبس، وإن صورة الراجل اللي بيكافح على أولاده هي أعلى نموذج للرجولة. فقيمتك مش في جمدانك ولا في القوة اللي الناس شايفاها منك، لكن الرجولة إنك ما تعيش لنفسك وبس، لكن تعيش للي حواليك وتكون سند ليهم. الرجولة الحقيقية في خدمة اللي حواليك وحمايتهم. الرجولة في التضحية والالتزام والمسؤولية لأهلك ودينك. فارحمي جوزك وقدري اللي بيعمله حتى ولو كان قليل، وانت اعتز بابوك وبتعبه ورجولته. ولو انت حد شقيان على اولادك اعتز بنفسك وبرجولتك. ومهما كانت شاشاتنا ما بتقدمش وما بتعرضش النماذج دي من الرجولة، الاب الحنين والاخ السند، فاعرف انت قيمتك وانك اعلى نموذج ونسخة للرجولة. فالمهم انك ما تبقاش في نظر نفسك ونظر اقرب الناس ليك ناقص الرجولة. والسؤال اللي حابب اسيبه لحضرتك، هو الرجولة صح في زماننا محتاجة لإعادة موازنة وتعريف، ولا محتاجة مننا نرجع للأساسيات اللي اتربينا عليها وضاعت مننا؟ قول لي رأيك في التعليقات. سلام.